السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن الكسكاس. هنعمل كسكاس بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بس قبل ما نبدأ في اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. معانا هنا 3 كيلو دقيق، وهنحتاج كمان معلقة كبيرة من الملح ومية. مية بقى حسب ما الدقيق هيحتاج، يعني هي مفيش كمية محددة، حسب ما الدقيق بتاعنا يحتاج هنزود مية. و... ولو انتي حابة يعني ما تجربي، اعملي مثلا جربي في نص كيلو، كيلو من الدقيق، حسب ما انتي عايزة. هنا معايا كده بخاخة او بايدي بشرشر مية كده على الدقيق، وافضل افرك فيه بايديا كده اهو. يعني انا ارشرش بايدي وارجع في، او حد قاعد جنبيا مثلا بيعملي ببخاخة وانا اعمل كده افركه بايديا. ما ينفعش اكب ميه مره واحده يتحول لعجينه، لا احنا بنعمل كسكسي، يعني ما ينفعش ندلق ميه مره واحده، لازم بايدك كده وترشرشي ميه. او الاسهل يعني لو انت مش هتعرفي، او مثلا الميه هتدلق منك مره واحده، هاتي بخاخه وبخي. انت ايد تبخ وايد بتعمل كده تفرك. سهل جدا وبسيط والله، مش مفهوش يعني اي يعني عقد يعني. سهل جدا، بس اسهل يعني اهم حاجة ما تدلقوش مية مرة واحدة، بالراحة كده وانتي بتكب المية او تعملي ببخاخة. واللي طبعا مش موجود عنده بخاخة مش هنقف برضو عليها، بايدك كده وترشرشي مية وتقعدي تفركي لحد ما اللون بتاعه كده بيتغير تمام. وبعد كده بنجيب منخل ونقلبه على ظهره، ونفضل بقى نحط كده العجين فيه ونقعد نفركه يعني بايدينا. او لو مش بقى متوفر عندك بقى المنخل وعندك كبة وعايزة تعملي بقى بسهولة كده وبسرعة، بنحط بعد ما بسناه طبعا بالمية ونقعد نفرك بيه، بنحطه بقى في الكبة على اعلى سرعة وبتتفرم معانا. والله بيطلع في منتهى الجمال. شايفين مفلفل ازاي وجميل؟ يعني ما فيهوش اي حاجة، سهل جدا وبسيط. بس اهم حاجة اللي هي الخطوة الاولى، اللي هو انت ما بتكبيش مية مرة واحدة، لا بتكبي حاجة بسيطة كده وتقلبي حبة حبة وتقلبي. شايفين طالع مفلفل ازاي؟ وبالمنخل برضو، والله اللي مش متوفر عنده الكبة المنخل كان جميل برضو. يعني انت بس بعد ما بتخلصي بتقلبي المنخل على ظهره، بتقعدي تفركي بيه على ظهره يعني. هنا ما عنديش حلة بتاع الكسكسي، مش هنقف برضو على حاجة. بنجيب حلة ونحط فيها مصفى ونعمل حتة عجينة اللي هو بايه، ما نعملهاش بالدقيق بس، عشان لو عملناها بالدقيق هتفك طبعا من السخونة، ولو عملناها بالردة برضو بتفك. فايه نعملها بايه عشان ما تفكش وتفضل ماسكة معانا؟ بنعمل نحط كوباية مثلا او نص كوباية من الدقيق على نص كوباية من الردة ونعجنهم مع بعضيهم، نخليها عجينة كده متماسكة. وبعد كده بنحطها بقى على حوالين الحلة والمصفى عشان يمسكوا مع بعض. طبعا بنجيب شاش او حاجة بيضة كده اهو، تكون برضو مش تقيلة، لا تكون خفيفة زي شاش كده، ونحطها ونحط في قلبها بقى كسكسي وعلى نار هادية. طبعا لازم المية تغلي الاول، بعد كده بنحط الكسكسي. وطبعا هو طلع اول مرة ليه مرتين تسوية، هو كده اول مرة. بروح بقى انا الكتل ده اهي، اول بس ما بحطها على ايدي كده بتتفك، يعني هو بس عشان على بعضيه فبيعمل كده. انتي مجرد بس ما بتعمليها كده بايديك بتفركيها بتلاقيها اتفكت. وطبعا بنحط لهم كوبايتين من المية، يعني دي المرة التانية بعد ما طلع حطينا له كوبايتين من المية، بس طبعا مش بندلق مرة واحدة، لا بنرشرش كده لحد ما تحسيه ان هو بقى خفيف خالص. يعني بتعمليه كده بتهويه بايدك، مفيش هوا. بنفضل بقى نفك كل الكتل اللي محطوطة دي، انتي بس اول ما بتعمليها كده بايديكي بتلاقيها اتفكت. هو ال3 كيلو احتاجوا بالظبط كوبايتين من المية، مش اكتر من كده. لو انتي بقى مثلا عاملة نص كيلو، هيحتاج مثلا ربع كيلو من يعني ربع كوباية مية كده يعني، او نص كوباية حسب نوع الدقيق. وطبعا بعد ما عملناه كده لازم الحركة دي يعني لازم يبرد، ما ينفعش نعمله وهو سخن، بنسيبه يبرد الاول وبعد كده بقى بنعمله كده بايدينا ونحط عليه المية. ولازم الحركة دي لازم اقعد افرك بقى بايديا كده اهو. شايفين؟
عشان ما يبقاش يبقى مفلفل معانا كده وجميل. وطبعا ما كبناش المية مرة واحدة، لأ، على مراحل. بعد كده يعني حطيته تاني يستوي مرة تانية. عشان تاخدي كسكاس مظبوط لازم التسوية على مرتين، ما ينفعش على مرة واحدة. شايفين المرة التانية بقى مفلفل ازاي وجميل. اول مرة عملناه كانت نازل كتلة واحدة كده، فلازم تعملي ايه بالمعلقة وتحطي عليه مية وتقعدي تفلفليه. تاني مرة في التسوية هو اصلا مفلفل لوحده. تمام، بنسيبه بقى يبرد كده، وبعد كده بقى بنبدأ ان احنا نكيسه. عايزة الكيس كيلو اعمليه، انا هنا عملت الكيس نص، يعني على قد ايه ما نطلع، على قد استخدامنا. اللي حابب طبعا الكيس كيلو ممكن ربع حسب ما انتوا عايزين. يعني براحتكم انتوا بقى الحاجة دي بقى براحتكم. طلع معانا ال3 كيلو وطلعوا معانا 5 كيلو ونص. يعني شايفين 3 كيلو دقيق طلعوا معانا 5 كيلو. يعني برضو حلو، وكان طالع بصراحة احلى من بتاع بره. بتقدمي بقى معاه لبن، عايزة تعمليه بلبن، شوربة بتاع بط. طبعا اللي ما عندوش شوربة بط في يقدمها برضو مع مكسرات وسكر بودرة. مكسرات زي اللي هي جوز هند، الزبيب، او اي نوع تاني مكسرات حضراتكم حابينه. اتمنى بقى ان الوصفة تعجبكم وتكتبوا لي كده في التعليقات ان انتوا جربتوها، وما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.